السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أما الآن معنا لجنة من خط الوسط بنادي العيون ونادي الجيل حاليا الصاعد إلى مصاف الدرجة الأولى الأستاذ محمد بن عبد الله العساف. الأستاذ محمد مرحبا بك معنا في تغطية شادي الإعلامية. ممكن نوجه لك بعض الأسئلة؟ تفضل. أستاذ محمد ممكن تعرفني على بطاقتك الشخصية؟ محمد عبد الله محمد العساف. العمر 31 سنة. بعضهم يقول لي عمرك 34 35، لا عمري الحقيقي 31 سنة. سؤال ثاني، ما هو رأيك في هذه البطولة؟ والله العظيم إلى الآن يعني لو نظرنا إلى البطولات السابقة كانت ناجحة بكل المقاييس طبعا. تنظيم، إدارة، حتى مستوى اللعيبة داخل أرضية الملعب من الأفريقيا طبعا مستواهم جدا رائع. فالدورة دي تكملة الدورات السابقة اللي كانت إدارة الهلال نظمتها طبعا بإدارة سالم العساف والإداريين الثانيين سيف وبسام الهلال وغيرهم من الإعلاميين. من ترشحنا إلى هذه البطولة؟ والله ما أخفيك أنا بعد المستوى اللي ظهر به فريق الهلال طبعا فريقي يعني مستوى مقبول، نقول نوعا ما مقبول. إذا فاز اليوم الجزيرة إن شاء الله أنه بيحقق البطولة إن شاء الله بإذن الله. ما هي إنجازاتك على المستوى الشخصي؟ طبعا في إنجازات لي كانت مع فرق الحوالي طبعا. أخذت يمكن أكثر من على مستوى الأندية. أول شيء نتكلم عن مستوى الأندية. ممكن تذكرها كلها؟ على مستوى الأندية طبعا أنا مثلت نادي العيون. قبل نادي العيون مثلت نادي الأخدود بنجران بحكم أني مدرس كنت في نجران وكذا. فأعرت إلى نادي نجران كان في الدرجة الأولى، أعرت لمدة شهرين طبعا بمبلغ وكذا. يعني لعبت في الدرجة الأولى، لعبت في الدرجة الثانية مع نادي العيون، صعدنا من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية الحمد لله رب العالمين، وأنا كنت معهم. وعرت من نادي العيون إلى نادي الجيل، وصعدنا إلى مصاف أندية الدرجة الأولى. الآن حاليا في الدرجة الثانية وبعدين الدرجة الأولى، يعني وجه خير عليهم الحمد لله رب لك الحمد. والآن لا زلت مع نادي الجيل الحمد لله رب لك الحمد. يفكر الأستاذ محمد العساف مستقبلا يعني بعد الانتهاء من اللعب هل يمسك مهام تدريب؟ ابدا لا، بتفرغ للحياه العائليه طبعا. كلمه اخيره توجهها استاذ محمد. والله اشكرك اول شيء الاستاذ سيف السويف ابو سعد، اشكر القائمين على هذه الدوره واتمنى ان شاء الله نجاح الدوره، ولكم الشكر طبعا. شاكر لك حسن استضافة الله.